حاجه تقيله محمله، وده مهم جدا عشان اي اكل يتحط فيه ما يشربش. السلام عليكم. قدامنا العظمه اللي قدام حضراتكم ديت هو طقم الستانلس البيور 18/10، وكمان بايدين عازل. عندك 4 احجام من الحلل، عندك حجم ما شاء الله ال 32، وعندك بقيه الاحجام اللي قدام حضراتكم ديت. في كزرار ولها الغطا كمان بتاعها قدامك بالشكل ده. الايدين بتاعتها عازل حراري، لو حطيتها على النار دي تبقى عازل، فبتبقى تمسك عادي جدا جدا. ما شاء الله. طبعا زي ما انتم عارفين فيها كمان طاسه ومقلايه زي ما انت شايفه ديت. المقلايه كمان فيها يد من هنا عشان لما تيجي نحطها على النار نقدر نشيلها ونحطها بمنتهى السهوله. وكمان ديت ممكن تخش طاجن على فكره، ممكن اطجنها واغطيها، اشيل الغطا ده وهي تبقى بالشكل ده. فبجد يعني حاجه حلوه قوي على فكره، يعني ما شاء الله الحاجه تقيله محمله، وده مهم جدا عشان اي اكل يتحط فيه ما يشربش. طبعا زي ما انتم عارفين الستانلس ما بينفعش مع اي حاجه، فممكن اشتغل باي حاجه معدن اقلب بيها عادي جدا، ما فيهوش اي مشكله. اغسلها اي غسله احنا عايزينها ما بيحصلش اي مشكله. كمان معاه الطقم الكنك الشيك ده اللي قدام حضراتكم، 3 كنكات، وكمان طقم التوزيع ده هديه. والوكيل الحصري ليه برايتز هاوس. طقم سلونجان ده يا جماعه هو طقم الماني بس بصناعه مصريه، تكنولوجيا الماني، موجود دلوقتي في برايتز هاوس. 16 قطعه ما شاء الله، 16 قطعه. بالمناسبه لازم تعرفي حاجه، لما يجي مندوب الشحن لازم تعرفي ان دي قطعه ودي قطعه، يعني دول ما بيتحسبوش على بعض قطعه لوحدهم، لا الغطا قطعه والحله قطعه. فاحنا لو جينا حسبنا اللي قدامنا دول هنلاقيهم 16 قطعه مع طعم التوزيع الهديه. السعر مفاجاه. السلام عليكم.